ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. الرحمن الرحيم. اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معنا في لقاءات الدوري الاسباني للموسم 2020-2021 هنا وبالتحديد في معقل نادي برشلونة في ملعب الكامب نو، وفي اطار الجوله التاسعه. وكما يعلم الجميع هناك لقاءين مؤجلين لنادي برشلونة بعد طبعا مشاركته كان في ربع نهائي الشامبيونز ليج. مباراه اليوم وبرشلونة طبعا في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط. هذا هو الخبر. ميسي على دكه البدلاء وسط يعني عدم رضا عما قرره كومان وعما يعني رايناه منذ لحظات طبعا. وبالتالي مباراه اليوم يعني كانت من الممكن حول ممكن جريزمان يفتتح التسجيل. جريزمان على الكره الحلوه هذه امامنا، هذه كومان في هذه المباراه. تشكيله ريال بيتيس الفريق اللي طول امامنا الكره من بيدري، هذه امامنا المراهنه على اللاعبين الصغر تألق تير شتيجن. وامامنا هنا الهجمه الخطيره لكن اطول في 6 لقاءات. هذه امامنا هنا استلام على طول ديمبلي يرسل ايضا منطويه في بدلاء كف البارسا. امامنا هنا البارسا عايز يسجل. هذه امامنا هنا انسو فاتي والثاني امامنا هوزمان وسجل في تلك المباراه هدفين. وكانت امام ريال مدريد بلا اي فوز في هذا الملعب. امامنا انطلاقه من جانب ديمبلي يعكس كره الخطيره وجريزمان وديمبلي مع بيدري في غياب ميسي اللي في البدلاء. وكره ثانيه امامنا هو من جانب فاتي، كره ثانيه من جانب انسو فاتي. ميسي هدفين وسجل فيدال وكان طرد على فكره ركن عهد ريكارد في ديسمبر 2003 من جانب أليكس مورينو. بيتيس اول هجمه خطيره، النيران الصديقه بوسكيتس، النيران الصديقه اول ركنيه فلكن لما جاب خواكين عاقبه واستبعده. وادي امامنا هنا أليكس مورينو ركنيه على طول امامنا بين اللاعب كان صوره راسيه من جانب اللاعب ويليام كارفاي. ليجا ومنهم 4 دوري ابطال وباقي بقى كالفوز في الدوري منذ 4 مباريات. ادي امامنا كره وكذلك كاماريسا بالاضافه للاعب تلقى امامنا من جانب جريزمان. البارسا في ركله الهدف الاول، الاول مش جاي، الاول لسه ما جاء. سجل 19 هدف وصنع كان 10 اهداف. كان ترك المهمه وتولى تروخيو اللي هو المدير قيل ان هو رفض مرتين. ادي امامنا انطلاقه هنا اليكس مورينو لكن فين طبعا ما ظبطتش، عايز يسدد تورام ان شاء الله لقاده امريكا الجنوبيه. مره ثانيه التمرير على طول مقطوعه من جرانتاليق، عدى حلو قوي ديمبلي ثبت بارترا، ولكن هنا شوف بقى خبره بارترا وحكم اللقاء يدي ركله في مرمى على باس. اللي امامنا هنا مطالب انه يكون له حضور من جانب اللاعب سانابريا. ترتد الكره تيو هو اللي يعلق ويتكلم عن اسباب ويبرر كان في لقاء وحيد كان امام اثيوبيا 11 موسم 2010 ركنيه ثالثه امامنا، لكن المره دي كان في الليجا مع نادي برشلونه اعير الى طب الهزيمه التاريخيه القاسيه جدا امام البايرن ميونخ. طبعا لمسه امامنا من جانب ديمبلي، وسع ديمبلي هدف حلوه. عثمان ديمبلي يضع الكره لا تصد ولا ترد امامنا هنا. سجل في مرمى فرانس باروش وسجل في مرمى يوفنتوس، لكن لم يسجل في الليجا منذ ان سجل في مرمى اشبيليا في الموسم الماضي. امامنا هو ديمبلي يضع الكره لا تصد ولا ترد امامنا من جانب عثمان ديمبلي الدولي الفرنسي في هذه الكره. بص هي مساله وقت، شوف جريزمان المساحه والمجال موجودين، وبص شوف ديمبلي صعبه قوي. كلاوديو برافو ما يلاقيهاش الا في الشباك. هدف اول للبارسا بعد 23 دقيقه عن طريق عثمان ديمبلي. يا ولد امامنا هنا ولا هيلعب كره ثابته على طول خطيره الكره، لكن تعدي يضاف الى القابه الخمسه في اطار مسابقه دوري الابطال. مره ثانيه تحرك حلو قوي، استلام من جانب اللاعب كانيلاس، مره ثانيه في ظهر أليكس مورينو لكن يرجع الى كلاوديو برافو. عشان كده شفنا بطاقه الصمت في بدايه المباراه امام الريال وامام فالنسيا. واحده بالكعب جريزمان، مش حظك ايه حظك ده جريزمان. الثالثه اللي بجوار القائم، واحده شمال وواحده يمين وقرب للقدوم. وادي امامنا هنا العرضيه الجميله من جانب اللاعب 11 تمريره صحيحه من اصل 5، لكن جريزمان يضيع. امامنا هنا على طول الكرات اللي بالعرض. الهدف الثاني يضيع هل فيها ركله جزاء. ادي امامنا الكره، وادي الكره اللي اتعملت من جوردي ألبا، ثم الدخول امامنا هنا في اللقطه الماضيه من عيسى مندي، وامامنا هنا جريزمان كلاوديو برافو يعيدها مره ثانيه. ركله جزاء ضائعه من جانب انطوان جريزمان. فرصه كبيره كانت لتعزيز النتيجه، لكن كلاوديو نشوف الايام القادمه. ادي انطلاقه حلوه قوي من عثمان ديمبلي
مع برشلونه، وبورتاو مع ريال سوسيداد، وسواريز ثانيه كره على طول صاحب الهدف ديمبلي. يا راجل قويه قوي. الاسباني الاول بطل اوروبا للشباب في 2013. أنسو فاتي بيدخل في العمق. أنسو فاتي هو رئيس الجولة التاسعة في لقاءين مؤجلين للنسخة الأولى، يعني بعد ما فازوا على كرواتيا. إلى ديمبلي، شوف بقى التناغم يرجع مع العودة للجماعية. وادي سيب دي كده أليكس مورينو في ثغرة هنا في هذه الجبهة. تيو التعادل ضاع. التعادل ضاع أمام وجود سيرخيو كانيلاس اللي بيلعب طيب ضربة رأسية لولا براعة تير شتيجن. أنسو فاتي اللي كان بادي نشيط قوي. أنسو فاتي بره من الاصل ال 21. كانيلاس لعبه حلوه قوي من تيو. التعادل ياتي هنا من جانب اللاعب سانابريا. بابلو سانابريا الباراجواني طبعا لا يحتفل لانه كان من ضمن اللاعبين اللي تواجدوا في نادي برشلونه. يسجل التعادل سانابريا امامنا هنا من الشارع الموجود في الجانب اليمين لنادي برشلونه، لان التوغل كان من جانب اللاعب تيو. امامنا هنا انطونيو سانابريا اللي سجل في مرمى إلتشي في المباراه الماضيه، يسجل امامنا هنا في هذه المباراه هدف التعادل في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضرب. تصبح النتيجة 1-1. بص تيو وتعدي امامنا الكرة من جانب كانيلاس عشان ياتي بقى هنا شوط ثاني من هذه المباراة انتهت في شوطها الاول التعادل الايجابي. اللقاء بديلا لأنسو فاتي. بيكي في هذا الموسم لنادي برشلونه. ميسي يدخل امامنا هنا والشوط ودخول ميسي اللي امامنا هنا. ميسي لكن يطلع انطلاقه امامنا هنا من سيرجيو روبرتو. الكره اللي بالعرض امامنا على طول. الكره حلوه قوي يا ولد قلب التفويته. يا عيني قال لك انا جيت لك اهو. ادي جريزمان عايز الدعم وعايز المسانده. التفويته احلى من الهدف، لكن جريزمان يسجل امامنا هنا. لكن الكره الحلوه واللمسه الحلوه والابداع المتجدد من داعم الابداع امامنا هنا ميسي. كله جري على ميسي وميسي هوش الدنيا كلها وساب الكوره لانطوان جريزمان اللي سجل تاني اهدافه في الليجا. ليك حق تحيي ميسي امام. لكن كوره حلوه. شوف الهجمه حلوه ازاي. شوف الهجمه. ده ميسي ده ميسي لو ما فيش لياقه ده بس لو جري كده. مباراه دينامو كييف امامنا هنا انطلاقه حول من جانب تيو نقطه الضعف ومورينو. وتشوف امامنا هنا ركنيه ميسي على القائم الاول والكان 8 نقاط قبل هذه المباراه. الكره الاماميه المره دي لكن تغطيه ديمبلي الى ميسي مره ثانيه. ميسي يمرر كوسط ملعب جوكر يعني اكثر من مكان ممكن. ادي الكره ترجع ثانيه. ادي ميسي المره دي داخل منطقه الجزاء ولكن المره دي جاله ايمرش مع دينامو كييف وقبلها كان مع اليوفيو. كره خطره جدا من بابلو سانابريا. مشكله سانشيز الى ايمرسون امامنا هو اللي بيحاول لمسه حاولات مقابل 4 في المباراه. استلام امامنا من جانب ولمسه اليد في اللقطه اللي فاتت والكره ترجع وقلبه. ولكن هنا هنشوف القرار ايه. لمسه اليد في اللقطه اللي فاتت. ادي كره بتاعت ديمبلي وحكم مباراه اليوم الحكم جيليرمو كوادرا اللي بيعاونوا كل من تيودورو سوبرينو واخواتي. ركله جزاء لنادي برشلونه في الدقيقه 61. المقص يا احيانا يبقى السكوت ابلغ في مثل هذه الامور، لان ميسي عندما يسجل اكيد بيسجل يعني بشكل جمالي باداء مميز يضعها باقتدار في هذه الكره وهذه اللقطه. اللاعب البديل اللي بيصنع الفارق. اذا ميسي اساسيا يصنع الفارق، ميسي بديلا يصنع الفارق. وبيحيي كلاوديو برافو لان ميسي ساهم في تحويل التعادل 1-1 الى انتصار وتقدم 3-1 لان هذه الكره لا تصد ولا ترد. ركله جزاء ضيعه من جريزمان ثم ركله جزاء عنوانها ببراعته وتحركه وتفويت الكره الى اللي طبعا غادر المباراه للطرد. السلام على طول امامنا من جانب اللاعب البديل رايد. احيانا بيكون مخطئ في قراراته. تمريره المره دي من ديزمان ياخد ثقه يرجع الى ميسي. وادي امامنا بيدري اشاده كبيره قوي بفرانشيسكو ترينكاو. كره امامنا تبديل قادم امامنا هنا اللاعب لورن. استلام على طول من جانب ميسي اللي عايز يعدي. كان لقيته هنا انطلاقه ممكن يخلصوا الفارق الى الهدف الثاني امامنا هنا
في هذه اللقطة لفريق نادي ريال بيتيس. شوف أمامنا الكورة وشوف دفاع البارسا، مشكلة هدف أمامنا هنا من البديل اللي دخل أمامنا منذ لحظات، لورين ميرون أمامنا هو اللي سجل. قلت حضراتكم في مرمى البارسا ضمن أهدافه ال10، لكن شوف الثغرة مستمرة في نفس المكان في نفس المساحة، وإيه الأخطاء الدفاعية بتتولى. الأنجليبي يبيع نفسه بسرعة قوي. الكرة اللي جه منها الهدف اللي جابه جريزمان، يرجع إلى ميسي. 3-2 النتيجة. مرة ثانية تمرير من جانب ميسي، عدى ميسي، تتصلح الكرة، التسديدة رايبل اللي دخل كبديل في المباراة. سواريز في فترة الموسم الماضي. يعني كرات قلب الخطير من لاس بالماس، لاعب من اللاعب الخطير امامنا البديل رايبل، لكن شبان اللاعبين الصغار اللي بيعتمد بلا حلوه قوي لميسي. ميسي يا قسوتك يا حلاوتك يا جمالك يا بسطنا يا متعك. هو الهدف الثاني في هذه المباراة، لكن سيرجيو روبرتو إلى ميسي أمامنا هو. شوف قدم بارترا، القدم اليمين لبارترا ممكن تكون مغطية التسلل، وادي ميسي بقى في مرمى كلاوديو برافو. إيه صعبة قوي لا تصدر، لكن تمريرة حلوة قوي. سيرجيو روبرتو أمامنا هو، ميسي بقى اللي فتح نفسنا وفتح نفس الجميع الماضي، وهدفين هذا الموسم، وادي هدف لبيدري. بيدري أمامنا هنا، بيدري يسجل في هذه اللقطة. شوف امامنا سيرجيو روبرتو الشوط الثاني يعمل 2 اسيست روعه، وبيدري يسجل امامنا الهدف الخامس في الدقيقه 89. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. وهضيفه فين؟ هرجع اضيفه تاني على اللحم زي ما انتم شايفين كده. افصلي يا رورو كده على ما شوفوا كده يا حبايب. انا قفلت عشان طبعا ايه، انا شمرت عشان اعرف اعجنهم كويس ببعض واشوفهم يعني بهاراتهم عامله ايه. هم كده ممتازين. احنا كده ما شاء الله بالصلاه على النبي كده، عشان احنا كتير. طبعا الكميه دي مش بتاعت 5-6 انفار، لا دي كميه كبيره. كان في اخت كاتبه في التعليقات، انا بقرا التعليقات وكل حاجه، بس انا قررت ان انا اعمل ان انا مش شايفاها. هرد على حبايبي بس.